يسعد أوقاتكم، يعطيكم ألف عافية. رح نعمل مع بعض اليوم وصفة كتير طيبة، وهي من المشروبات الساخنة اللي بنحبها كتير بالشتاء. رح نعمل مع بعض بودرة الهوت شوكليت بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات إن شاء الله تكون متوفرة في كل بيت. أصدقائي، إذا كنتوا بتشوفوني أو بتتابعوني لأول مرة على هذه القناة، بتمنى أنه تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. خليكم مع أصدقائي، خلينا نشوف المكونات وطريقة عمل هذه الوصفة الرائعة. في البداية هنا رح نبتدي بمكونات بودرة الهوت شوكليت. عندي هنا نصف كوب من السكر المطحون الناعم. طبعا رح نخله أنا عندي هنا لحتى أتأكد إنه ما فيه أي تكتلات. عندي كمان ربع كوب من الكريم شانتيه. طبعا هذه الكريمة بنشتريها نحن بالكيلو. عندنا كمان نص كوب من الكاكاو الخام المر، أنا استخدمت عندي هون. عندي هنا ملعقتين من الحليب الباودر، ملعقتين من النشا. وهلا راح نحرك المكونات كلها مع بعضها. مثل ما شفتوا المكونات عندي هون بسيطة، والكريمة مثل ما حكيت لكم أنا بشتريها بالكيلو، بتكون أوفر بكتير من ما نشتريها في الباكيتات. هلا هيك البودرة عندي طبعا اتأكدت إنه ما فيها أي تكتلات. بعد هيك راح أخذها وراح أعبيها بمرطبان زجاجي أو أي مرطبان متوفر عندك. أهم شيء إنه يكون عندنا المرطبان معقم ويكون جاف تماما، حتى إنه بودرة الشوكولاتة ما تتعرض للرطوبة ويتغير طعمها ويصير فيها أي تكتلات. وهلا هيك بعد ما كملنا كل الكمية وعبيناها في المرتبان، ضروري إنه يكون في للمرتبان غطاء محكم لحتى ما يدخله أي هواء. وهلا هيك صارت جاهزة عندك، بتقدري تحفظيها في خزائن المطبخ. طبعا بتدوم عندك لفترة طويلة وهي جاهزة للاستخدام. رح نعمل مع بعضنا مشروب الهوت شوكليت. أنا عندي هنا رح أعمل 3 أكواب من مشروب الهوت شوكليت. سعة الكوب أنا عندي هنا 236 مل. طبعا استخدمت أنا عندي هنا 3 أكواب من الحليب السائل. كل كوب بياخذ عنا مقدار ملعقة ونص أو ملعقتين من بودرة الهوت شوكليت، طبعا حسب سعة الكوب اللي راح تستخدموها. أنا عندي هنا تقريبا أخذت ملعقة ونص. راح نحط مسحوق الهوت شوكليت على الحليب. بعد هيك راح نحركه بشكل كتير منيح ونضمن انه ما في اي تكتلات. انا في البداية عندي هون حركتهم بالملعقة شوي، لكن بالمشبك كان التحريك افضل واسهل. أنا هلا راح أفرجيكم الشوكولاتة اللي استخدمتها بمشروب الهوت شوكليت. طبعا هاي هي الشوكولاتة. إذا ما توفر عندك شيبس الشوكولاتة فيك إنه تستخدميها، هي بتيجي على شكل لوح أو بار الشوكولاتة. بتيجي عنا بهذا الشكل. طبعا هاي الشوكولاتة هي بالحليب، طعمتها كانت كتير كتير طيبة مع الهوت شوكليت. كل كوب من الهوت شوكليت كان ياخد عندي قطعتين من الشوكولاتة. طعمتها كانت كتير طيبة، فإذا ما توفر عندك شيبس الشوكولاتة فيكي تستخدميها. وهلا رفعنا الخليط عنا على النار مع استمرار التحريك لحتى ما تنحرق المكونات. وبرضه موجود عندي في المكونات النشا لحتى انه ما يتكتل، لازم نضلنا نحركه بهاي الطريقة. نستمر بالتحريك لحد ما انه يسخن الخليط عندي ويبدأ بالغليان. هلا رح انزل انا عندي هون الشوكولاتة، وراح استمر هون في التحريك لحتى انها تذوب الشوكولاتة ويغلي عندي الخليط للمرة الثانية. وبهيك بيكون جهز معاي مشروب الهوت شوكليت. طبعا ما بتتخيلوا قديش طعمته وريحته كانت كتير كتير كانت طيبة. هلا رح نسكبه في الكاسات، وطبعا رح تزينوه بالطريقة اللي بتحبوها. فيكم تزينوه بالكريمة أو بالمارشميلو مثل ما عملت، طعمتها كانت كتير كتير طيبة. أصدقائي، بهيك بكون كملت معاكم الفيديو. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بهذا الفيديو. لا تنسونا أصدقائي من اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. بترككم بأمان الله.